زيارة سعيدة جدا ولسه مكملين ومعانا حوار مع الجميل الكوميدي فتحي سعد. مساء الخير استاذ فتحي. اهلا وسهلا بيكي وكل سنه وانت طيبه. ايه الجمال اللي احنا شفناه النهارده ده؟ يعني مش قوي يعني، بس يعني انا اتمنى يعني نكون انبسطوا ويا رب الناس كلها تيجي. انا بدعو الناس كلها تيجي تتفرج على العرض ده. على الاقل بنقول للناس ان احنا ابتدينا نعمل مسرح من جديد، ومسرح محترم، مسرح ان ممكن اي اب او ام تاخد ولادها بدون احراج، بدون لفظ خارج، بدون اي حاجه تسيء للسمع او البصر. يعني نقدر نقول ان انتوا اتجهتوا للمسرح علشان نعمل له عمليه انتعاش، لانه هو فعلا في الفتره الاخيره المسرح كان تقريبا تحت ضار. فعلا، ومش انتعاش وبس، وتغيير فكر. كفايه بقى يعني اسفاف، وكفايه يعني احنا هنتسال في الاجيال دي. الاجيال دي بتتعلم مننا، فلازم احنا نبقى كويسين عشان نعلم الناس انها تبقى كويسه. طيب عايزه مختصر كده عن دورك في العرض. انا بعمل دور توت، اللي هو الاب المسكين الغلبان اللي هو ابنه على الجبهه، وابنه بعت له جواب قال له ان القائد بتاعه يجي يقضي عندنا اسبوعين وكده، فريحوه عشان هو هيريحنا على الجبهه. فالراجل بيجي هذا القائد الكبير بيقلب الدنيا، بيقلب البيت على اللي فيه، وده ليه معنى سياسي او ليه مغزى سياسي. التدخل الاجنبي الموجود في عالمنا العربي، ان في النهايه التدخل الاجنبي ما هو بيسيء لينا وبيسيء لشكلنا ومنظرنا، وبياكلنا خالص، بياكل فلوسنا وبياكل اموالنا، فبخلاف طبعا انه بيتحكم فيه. طيب لاحظت انا شخصيا وانا بتفرج على العرض وجود الخوصه على دماغك، ده اسقاط سياسي عن ايه؟ لا، هو مش اسقاط سياسي ولا حاجه، هو اصلا المفروض كان معناها ايه؟ ان انا راجل مطافي. يعني ما كانش المخرج يقصد بيها حاجه تانية؟ لا خالص، ان هو راجل مطافي وبيلبس خوذه. احنا قعدنا ندور على خوذه اللي هي بتاعت المطاف اللي هي السوداء دي، كانت صعبه، فجابوا خوذه اللي هي البيضه دي، لكن هي مالهاش علاقه، لا ما فيهاش اي اسقاط يعني. طيب عايزين كلمه للراحله فايزه كمال. فايزه كمال الله يرحمها فنانه جميله وعظيمه، ويعني انا مش يعني لو قعدت اتكلم من هنا السنه الجايه مش هوفيها حقها، لكن كل اللي نقدر نقوله ربنا يرحمها رحمه واسعه. وكانت يعني فنانه بمعنى الكلمه، وكانت حساسه، وكانت مش يعني اكيد الناس وجمهورها عارفين طبعا، عارفين فايزه كمال يعني. الله يرحمها. سريعا كده تقول لي ايه الجديد في السينما؟ السينما عندي فيلم اسمه قلب اسود، وعندي فيلم اسمه حاره مزنوقه ان شاء الله، ده يعني في واحد ثالث واحد لسه بنصور فيه ان شاء الله. وعندي سيت كوم اسمه يعني هو قريب قوي من برضه يعني انا والاستاذ حجاج عبد العظيم ورندا البحيري وهدى المطربه، يعني ناس كتير قوي مش عايزة عشان ما. طب احنا في انتظارك وبنستمتع دايما باعمالك، وانا مبسوطه قوي النهارده استمتعنا بالعرض معاكم، ويا رب دايما موجود. كل سنه وانت طيبه والساده المشاهدين بخير، وعايزينكم بقى تجوا لنا كتير كده. لا اكيد ان شاء الله. في فنان فتحي سعد، ومتشكرين قوي، وان شاء الله لينا لقاءات تاني معاك كتير ان شاء الله. مع السلامه.